السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. معاكم مروة من قناة ميروتي. لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركي في القناة، دوسي زرار الاشتراك اللي بالاحمر ودعميني باللايك والكومنتات تحت الفيديو. هستنى كومنتاتكم كلها. انا طبعا مبسوطة جدا بالتفاعل مع الفيديو اللي فات، واتمنى ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم ويبقى خفيف على قلبكم. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة هيبقى فيديو مشتريات. هاخدكم معايا فتح الله ماركت نشتري شويه حاجات، وهحاول اوريها لكم واقول لكم اسعارها. كمان في اخر الفيديو هنوريكي شويه مشتريات من السوق جبتها سواء فاكهه او خضار. انا دايما بحب اختار فتح الله ماركت لان هو بيبقى شامل كل حاجه، وبيبقى الاسعار بتاعته متوسطه كويسه يعني الى حد ما، وكل الاقسام موجوده سواء بقى خضار فاكهه لحوم معلبات مجمدات، الكلام ده كله بيبقى موجود. بس انا في حاجات معينه بشتريها وحاجات معينه مش بشتريها من عنده، زي مثلا الفراخ واللحوم وكده لا بحب اشتريها من المكان مخصص لها بره يعني. هنا كنت بوريكم فاكهه بقى، قسم الفاكهه اللي موجود في المكان. انا حاولت اصور على قد ما اقدر بس ما عرفتش اصور كل حاجه بسبب طبعا الزحمه والناس الموجودين في المكان. المشتريات اللي انا بشتريها من فتح الله دي بتكفيني تقريبا شهر يعني. انا ظروف بيتي وظروف شغل جوزي بتفرض عليا ان انا اجيب متطلبات بيتي بالشهر. يعني انا بنزل مره واحده بس اجيب كل حاجه انا محتاجاها. في حاجات بقى بتبقى ناقصاني بكمل عليها، في حاجات بتبقى مش موجوده عندي مثلا بجيبها بكميه بحيث ان هي تكفيني شهر وتزيد، بحيث مثلا إن ما نضغطش على نفسنا في الشهر اللي بعديه في حاجات معينه. ففي حاجات بيبقى الحجم منها مثلا الكبير هيبقى موفر اكتر وممكن تكفيني شهرين وثلاثه، فاجيبها الشهر ده. ما اجيبش منها حجم صغير ابقى محتاجه كل شهر ازازه او كل شهر عبوه او حاجه، لا احنا نجيب الحجم الكبير يكفينا شهرين ثلاثه وما نتقلش على نفسنا في مشتريات كل شهر او الشهر اللي بعده. فانا بجيب الحاجات اللي ناقصاني يعني مثلا هنا المسحوق الاوتوماتيك او مسحوق الغساله طبعا بيقعد اكتر من شهر وشهرين معايا، فاهمين؟ فانا بجيبه مره واحده. وبرده الحاجات دي مثلا ممكن تلاقوا فيها حاجات ناقصه كتير، معناها ان انا موجوده عندي الحاجات دي انا مش محتاجاها الشهر ده. وزي ما قلت لكم انا طول الشهر بقعد اكتب الحاجات اللي ناقصاني في سكتش كده مخصص لطلبات البيت، وباجي بقى كل اول شهر انزل اشتري طلباتي كلها زي ما قلت لكم، تبقى خلاص بقى هي الطلبات مفيش نزوله تاني خلال الشهر للحاجات دي. كنت ببدا هنا اطلع الحاجات اللي جبتها من الاكياس واقسمها الاكل مع بعض والمنظفات مع بعض. وعايزه اقول لكم بصراحه الاسعار بقت غاليه جدا جدا جدا، وربنا يقدر الجميع يا رب، ويقدر كل رب اسره وكل حد مسؤول على اسره سواء كان راجل او ست على ان هو يلبي طلبات بيته وطلبات عياله ويوفر لهم احسن معيشه. هنا كنت بفرز المشتريات اللي انا جبتها. كان اول حاجة عرض على الكلوريل، ده كان 4 ازايز ب60 جنيه تقريبا، وكنت جايبة هنا صابون وجايبة منتجات للشعر، جايبة برضو هنا مبيد للحشرات طبعا للدبان والناموس، جايبة التايد الاوتوماتيك ده. انا من اول ما اتجوزت جربت مساحيق كتير قوي، يعني مؤخرا استقريت على التايد ده. جبت العبوة 5 كيلو بتقعد معايا 3 شهور. هنا جبت لفة جلاش بستخدمها دايما في الحلويات، احنا مش بنحب الجلاش الحادق ده. وجبت المكرونات الناقصاني، كنت عايزه مكرونات صغيره ومكرونه اللي هي القلم البن. جبت علبه جيلي وبرطمان نسكافيه، البرطمان الكبير ده بيكفيني شهرين واكتر. جبت علبه الصلصه دي برضو كان عليها عرض حوالي ب50 جنيه، ومرقه الدجاج دي برضو جبتها عبوه موفره. جبت رنجايه، الرنجه سعرها زاد جدا، بستخدمها انا في ايام كده ما بنبقوش عايزين نعمل غدا او حاجه نطلعها رنجه وشويه بطاطس ونقضي اليوم. اللانشون برضو اللي انا جبته ده بنستخدمه في الفطار ولو ما نعمل بيتزا او معجنات. وجبت ازازتين خل، والبيبسي او الشويبس والفيروز ده بنخليهم عندنا في التلاجة لو مثلا في ضيوف او حاجه. هنا برضو ما كانش عندي دقيق، فجبت 2 كيلو دقيق، بنستخدمهم في المعجنات، نعمل بيتزا، نعمل معجنات للفطار كده على فترات يعني. وكان ناقصني شوية توابل جبتها اهي برضو. تبقى عندي دايما التوابل احب تبقى موجودة عندي، اللي يخلص اكتبه على طول في كراسة الطلبات، نكمله في المشتريات الشهر الجديد ده.
وارجع واقول لكم برضو المشتريات دي بتقعد عندي بالشهر وبالشهرين. يعني في حاجات بتقعد زي ما الدقيق ده مثلا انا بحطه زي ما انتم شايفين كده في علب تلاجة، علبة الحفظ الطعام دي بحط الدقيق بيقعد عندي بالشهرين واكتر. لما يخلص نجيب على طول، نشوف مثلا خلص كله اجيب 2 كيلو 3 كيلو، يفضل عندي بقى في التلاجة زي ما يقعد بقى، يقعد شهرين يقعد 3 زي ما يقعد. هنا كنت جبت برطمانات التوابل، وبدأت احط فيها التوابل اللي انا جايباها. في حاجات اللي بيبقى استهلاكي وايدي عليها باستمرار بحطها في طقم التوابل اللي على رخامة المطبخ من بره، وفي حاجات بتبقى استهلاكي ليها بسيط وايدي مش كتير عليها بكون حطها في علب توابل برضو في علبة حفظ طعام بحطها في التلاجة علشان لا قدر الله لا تدود ولا تسوس في حر او في الظروف او ايا كانت الظروف، يعني حر ساقعة انا بضمن يعني ان هم يبقوا نضاف وحلوين بان انا احطهم في التلاجة. الدقيق برضو بحطه في التلاجة، ما بحبش احفظ الدقيق بره التلاجة. في حاجات معينة كده يعني بجيبها من قصرها واشيلها في التلاجة على طول. لو لاحظتوا البرطمانات اللي انا بحط فيها دلوقتي التوابل دي برطمانات نسكافيه كانت عندي، بدل ما ارميها قلت استغلها في ان انا احط فيها بهارات وتوابل مع الطقم التوابل الاساسي بتاعي يعني على الرخامة، والباقي بحطه في التلاجة في علب تانية. هنا برضه بوريكم، بصوا يا جماعة الحبهان ده بقى عامل زي الذهب بيتجاب، يعني شايفين الكيس صغنن قوي ب10 جنيه، صغنن قوي 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 يعني، ما ربنا يقوينا بقى. هنا كنت خلصت التوابل كلها تقريبا، لا لسه بحط اهوت الجزء اللي انا مش عايزاه، الكياس اللي بيتبقى منها بحطها في العلبة بتاعت حفظ الطعام دي في التلاجة. والبرطمانات الصغيرة دي هي الحاجات اللي انا قلتلكوا استهلاكي عليها مش كتير، فبضمن ان هي تفضل عندي وقت طويل، تبقى نظيفة وما فيهاش اي حاجة ما تتأثرش بالجو يعني، فبحطها في برطمانات صغيرة وبحطها في نفس علبة التلاجة دي جوه التلاجة. وبصراحة الطريقة دي مريحاني، سواء التوابل والبهارات او الدقيق وكمان البقوليات اللي بتقعد عندي وقت طويل، بريح بالي خالص بقى ان انا انساها بره، فبحطها في التلاجة وما خافش عليها. حبايبي بقى اللي وصلوا لحد هنا من الفيديو ولسه ما اشتركوش في القناة، يلا بفكركم انزلوا اضغطوا زرار الاشتراك وتضغطوا كمان على اللايك تحت الفيديو، ويلا بينا نكمل بقية الفيديو. هنا كنا بقى جينا المشتريات الفاكهة والخضار، جبت شوية فاكهة وخضار من السوق. برضو الحاجات دي بتكون ناقصاني، في منها بيقعد معايا 10 ايام اسبوعين زي البطاطس دي مثلا، وفي حاجات مثلا بخزنها بشيلها في الفريزر بتكون سحبت اخر كمية منها فبجيب غيرها، بحيث زي ما قلت لكم انا مش تحت ايدي ان انا اروح سوق كل يوم او كل اسبوع او اشتري طلباتي، فانا بجيبها مرة واحدة اللي يخلص اجيب بداله على طول. هنا كنت جايبه رمان عشان نعمل عصير، نعمل سلطة فاكهة. طبعا انا عندي بيبي صغنن عنده 2 سنين، فبقى الحاجات دي بتبقى اساسيه تعتبر عندنا، اللي هو ده طبعا الاطفال بيغلبونا في الاكل، فالحاجات المسكره الحاجات الحلويات دي بدل ما نجيبوا كيكه او نجيبوا حاجات ملهاش لازمه من السوبر ماركت مش مفيده، فاحنا بنفضل الفاكهه افضل بكتير. ده بلح اسمر، البلح الاسمر يا بنات الافضل ان هو يتشال على حاجه مسطحه واسعه زي التين برضو، ده بيحافظ على عمره اكتر، يعني من هو ما يتبلش وما يبص بسرعه. هنا كنت جيت بتنجان، البتنجان ده هنظبطه مع بعض، اللي هنخزنه واللي هناكل منه على طول وهو طازه، واللي يتبقى مثلا ممكن نعمل منه دقه كده نشيله. هنا كان عندنا ليمون، الليمون ده برضو هنفرزه مع بعض. بالنسبه للموز بحتاجه باستمرار علشان الفطار او في بدايه اليوم، يعني لو حد مستعجل مفيش وقت للفطار ناخد صبع موز كده يشبع ويفيد وخلاص. بالنسبه لي افضل طريقه للموز ان هو ما يجيش عليه هاموش كتير، ان احنا نلف عليه من فوق كده كيسه مثلا او ورقه سليفان، انا بلف كيس. هنا طبعا الطماطم يعني محدش يتكلم عليها، اسعارها رهيبه مجنونه زي ما بيقولوا، طبعا اسعارها غاليه جدا جدا. الفتره اللي فاتت انا جايبه شويه طماطم ناشفين كده للسلطه وللاكل، ونحاول على قد ما نقدر استهلاكنا فيها يبقى محدود. جبت فلفل الوان وجبت بطاطا برضو، علشان الفلفل الالوان اسعاره حلوه برضو يا بنات، اللي حابب يخزن منه يخزن. بالنسبه بقى للبطاطا موجوده كتير في السوق وسعرها كويس، بتنفع فطار وعشاء سواء بقى مسلوقه او مشويه، الكل بيحبها كبير وصغير. وجبت هنا كوسه وللمحشي برضو، وجبت فلفل، دي بتنجانه مع شويه فلفل اخضر نعمله طبق مسقعه حلو كده، برضو لزوم برضو التقضيات والايام اللي مش عايزين نعمله فيها غدا
الغدا برضو نطلعه حبة مسقعة مع شوية بطاطس محمرة ونقضي اليوم ده. ما هو طبعا ايه، احنا لا كل يوم هنطبخ ولا كل يوم هنعمل فراخ ولحمة، ولا كل لازم كده في النص يبقى في ايام تقضيات وايام كسل كده ما حدش عايز يعمل فيها حاجة، ونقضيها كده اي حاجة موجودة سريعة تبقى موجودة في التلاجة نقضي بيها. هنا برضو كنت جبت شوية جوافة، الجوافة اسعارها كويسة قوي، جبت شوية كده حلوين ناكل منهم وكمان نخزن منهم للعصير. دي كانت مشترياتنا النهاردة، يا رب يبارك ويزيد الجميع يا رب. واستنوني بقى في الفيديوهات الجاية هنفرز مع بعض ونشيله الحاجات اللي في الفريزر واللي في التلاجة وننظم الحاجات دي سوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش اللايك والاشتراك لو لسه مش مشتركة، ويلا مع السلامة.